سلام سلام، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس يا الشاطرات. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الباندومي القطني والخفيف ريشة، والسر كامل راه في نوعية الفرينة اللي استعملتها اليوم. استعملت فرينة كاملة تي 150. تحصلت على هذا الباندومي الهش والخفيف ريشة، تنجمي تاكلي به لي سوب أو حتى تشرب به القهوة تاعك بالمعجون أو بالزبدة، خاصة مع معجون الفراولة يجيك روعة روعة. أنا اليوم خيرت نخدم فرينة ماما الكاملة تي 150. وعلاش تي 150 بالذات؟ لخاطش فرينة كاملة وحقيقية مطحونة بحبة القمح كاملة بدون ما ينزعوا القشرة تاعها، وهذا هو السر اللي يخلي مخبوزاتنا صحية ومغذية. وللناس اللي تسألني على فوائدها، حابة نقولكم المكون الأساسي تاعها هو النخالة والجنين، وهذو الزوج يخلوا الفرينة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وما فيهاش مكونات كيميائية مبيضة. بزاف الناس تخاف تعجب الفرينة كاملة وتقول ثقيلة، لكن اليوم مع مطبخ ملاك راح تشوفوا الأسرار المضبوطة اللي تخليها خفيفة. أولا نخدموا بهذا الكاس الفرينة، نعبروها بهذا الكاس اللي يرفد 170 غرام 170 غرام فرينة، وكل المكونات نعجنوها بنفس المكون بنفس العبر، نديرو بنفس العبر اللي هو هذا الكاس. اولا في وعاء البيتخا نحطو كاس حليب 250 غرام، ملعقة سكر عادي، وملعقة خميرة الخبز، ونحطو ملعقة لحظة حليب مجفف، ونحطو الكأس تاعنا اللي عبرناه مع بعض تاع الفرينة، نضيفو كأس الفرينة، كأس الفرينة 165 حتى 170. نخلطو الكل مع بعض مليح قبل، من بعد نغطو الوعاء تاعنا ونخلوه في مكان دافئ مدة 10 دقائق، في مكان دافئ مدة 10 دقائق. بعد ما فاتت 10 دقائق نضيفوا له حبة بيض كاملة، ثم نضيفوا له الكأس الثاني تاع الفرينة، الكأس الثاني، ثم الكأس الثالث، نضيفوا له الكأس الثالث. تقريبا الفرينة كامل اللي خدمنا بها 490 غرام بالغرام، وبالعبر 3 كؤوس. الكأس الثالث ما يكونش معمر بزاف كما تشوفوا هكا شويه ماهوش، ونضيفوه ونخلطوا الكل مع بعض. ملعقة وربع ملح، ونخلوها تنعجن في البيتخا حتى وين تطلق كامل الغلوصين تاعها. العجينه تاعنا قد ما تخليها في البيتخا ما قد ما تخرج لها الغلوتين تاعها اللي يخليها مطاطيه. بعد ما تولي هكا نحصلوا على هذا الشكل، هذا القوام المطاطي، نضيفوا لها ملعقه زبده، ملعقه كبيره زبده ولا مرقارين تكون بحراره الغرفه، ونخلو البيتخا تزيد دور باش تدخل الزبده كامل في العجين. ضروري نخلوها تعجن مليح. نحصلوا على العجين مطاطي، عجين مطاطي. نخلو الباندومي تاعنا يختمر للمرة الأولى،
نطلي الحواف بالقليل من الماء الدافئ باش ما يلصقناش على الحواف يكون يختمر، ونغطوه ونخلوه في مكان دافئ، نغطوه بقماش ونخلوه في مكان دافئ مدة ساعة هكا أو ساعة ونص. كي نسيبوه طلع كامل في الوعاء نعرفوا باللي خمر. الخمران الأول طبعا بعد ما يختمر العجين تاعنا نقوموا بسطه على سطح أملس، نستعينوا بالفرينة باش تساعدنا وما يلصقناش على سطح العمل تاعنا. نبسطوا العجينة بالحلال باليد وبالحلال على سمك 1 سنتيم، يكون بطول المول اللي احنا رايحين نطيبوا فيه الباندومي تاعنا. نبسطوه قلنا على 1 سنتيم. المول انا اللي خدمت به كان الطول تاعو 129 سنتيم وارتفاعه 7 سنتيم. ادهنته بالزبدة او بالمرغرين ودريت فيه حبة السمسم اللي هو الججلان والسانوتش الحبة السوداء سمحي لي. كان العجين بطول، عبرت بطول المول وحليته سمك 1 سنتيم كما قلنا من قبل، ثم قمت بلف العجين، نفضوا كامل الفرينة ما نخلوهاش فيه ونلفوه مع الضغط. اذا انت استعملتي مول اكبر من تاعي ضاعفي المقادير. الحليب ديري 1.5 كاس وباقي المقادير ايضا ضاعفيها. الفرينة ديري 4.5. لما نكملوا اللف تاع العجين نقوموا بالخياطة تاعو، والخياطة دائما نحطوها في الاسفل، خياطة العجين، ونحطوه في المول لازم يكون سوا معاه، ونتركوه يختمر للمرة الثانية. خلوه يفصل الخمرة نتاعو مرة ثانية حتى وين يفوت النصف تاع المول. من بعد ما يختمرنا المرة الثانية نجبدوه نطلوه بصفر بيضاء و2 ملاعق حليب، وندرو عليه السانوج والججلان ونخلوه يختمر للمرة الثالثة. يعني هنا خلوه 3 مرات يختمر، المرة الأولى في الوعاء ومرة الثانية في المول، ومن بعد نطلوه ونزيدو نخلوه المرة الثالثة وهو مطلي يخمر مرة ثالثة. كي نسيبوه طلع فوق عند الوعاء كامل عند المول سمحيلي، نديرو في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة مدة 35 حتى 40 دقيقة، وما تقطعوش فمفم، خلوه يبات غدوة من ذاك باش تقطعوه. والنتيجة كما راكي تشوفي باندومي صحي 100%. إذا عجبتكم الوصفة وتدبيرة اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق وبارطاجيو الفيديو مع كامل أحبابكم اللي يحبوا الأكل الصحي والرشاقة. وكل الشكر لعلامة ماما على هذا المنتج الرائع تي 150 اللي خلينا ناكله صحي وبنين وندعموا جودة منتوج بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.